السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. السفير يوهانس يلتقي وزير خارجية جنوب السودان. تكاثر الفيلة في إريتريا. افتتاح مركز التأهيل الحركي للمعاقين في كرن. السلطات الجزائرية تقرر إغلاق مجالها الجوية أمام الطائرات المغربية. الرئيس الأوكراني توعد برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره. الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبريفيخا تدمر المدن. أهلا بكم. التقى سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تغلميكيل يوم 20 من سبتمبر وزير خارجية جنوب السودان السيد مايكو دينغ، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الخطوات الواجب اتخاذها لتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إريتريا وجنوب السودان لدورها الهام للدفع بالعلاقات. وأشار السفير يوهانس إلى أهمية تقوية التفاهم المشترك القائم بين البلدين لتحقيق السلم والشراكة الإقليمية، مؤكدا على استعداد إريتريا لذلك. وأوضح بأن مبادرات من السفارة الإريترية والجالية الإريترية قد بدأت لدعم المتضررين الجنوب السودانيين من الكوارث الطبيعية والحروب. وأشاد وزير خارجية جنوب السودان السيد مايك دينغ بكافة أوجه الدعم من شعب وحكومة إريتريا، مؤكدا على العمل لتفعيل البرامج المخطط لها مسبقا ولم تنفذ حتى الآن لمختلف الأسباب. أفاد المهنيون والزراعيون تكاثر الفيلة في إريتريا، وأوضحوا بأن أنشطة الاستكشاف التي جرت بالطائرة عام 1997 أظهرت وجود 15 فيلة في إريتريا، ورغم أهمية إجراء دراسات وافية فإن عدد الفيلة حاليا وصل من 150 إلى 200 فيل في مساحة تقدر ب 44 ألف هكتار تمتد من هيكوتا حتى نهر ستيت. ودعا المهنيون الصحيون إلى إرسال مصادر المياه في محميات الفيلة للحد من المواجهات بين المزارعين والفيلة وتسببها في خسائر في أرواح الجانبين. وذكر الخبراء بأن إريتريا توجد الطرف الشمالي لانتشار الفيلة في أفريقيا، وأن ارتفاع عدد الفيلة في إريتريا في الوقت الذي تنخفض فيه في أفريقيا يبين الحماية والعناية بالموارد الطبيعية. وتشير التقارير إلى نفوذ أكثر من 100 فيل في القارة الإفريقية في السنوات العشرين الماضية بالصيد وأسباب أخرى. وتشهد البلاد أيضا أحداث مماثلة نادرة نتيجة مواجهات الإنسان والفيلة، ويجب التعرف على أسباب هذه المواجهات والصدام بين الإنسان والفيل وحلها لضمان تنامي عدد الفيلة. افتتحت جمعية معاقي الحرب مركز التأهيل الحركي في مدينة كرن. وذكر في مراسيم تدشين المركز أن المركز أقيم بدعم فرع جمعية في مدينة شتوتغارت الألمانية بالتعاون مع شركائها. وقال مسؤول التأهيل في الجمعية السيد أبراهام كفلسطين في المناسبة أن المركز يعتبر مواصلة لجهود سد احتياجات المعاقين، وخاصة المعاقين من ذوي الإعاقة المزدوجة. وأشار إلى وجود برنامج لجعل المركز الذي سيبدأ منح الخدمة للمعاقين جعله مفتوحا للقطاعات المجتمع الأخرى مستقبلا. وأوضح عضو في فرع الجمعية الإريترية لمعاقي الحرب فرع شتوتغارت السيد فوسوم واللقرقيس أن المركز التأهيلي مجهز بمعدات حديثة تمكن المعاقين محدودي الحركة بالمقاعد المتحركة والعكازات للقيام بنشاط حركي لجميع أجزاء الجسد. وأوضح المعاقون في المناسبة أن المركز سيكون له دور كبير لحل مصاعب العضلات، وتوجد مراكز مماثلة في أسمرة ومندفرة ومساعي لفتحها في المدن الأخرى.
قيم الإقليم الأوسط يوم 22 من سبتمبر الدراسات الاستكشافية التي جرت من 23 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر في 13 مديرية في الإقليم لاستخدام المراحيض. وأوضح ممثلو المديرية في التقارير التي قدموها أن التعاون والتنسيق الكبير لإدارات الضواحي وشركاء العمل الآخرين مكن من تنفيذ جيد للبرنامج. وأوضح مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيد أبراهام بلاي أن الدراسات كانت ناجحة واكتسبت منها التجارب، وسيتم نشرها على شكل تقرير بعد تنقيحها وإدخالها في صندوق المعلومات على أجهزة الحاسوب. وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد قبر يوهنس ولدقرقس أن الدراسة جزء من جهود إصحاح البيئة الجارية، وقد أثبتت وجود قدرات لمثل هذه الدراسات مستقبلا على مستوى الإقليم. قدم الإريتريون المقيمون في أوغندا مبلغ $100,000 إضافي للتصدي لوباء كورونا. وكان الإريتريون في أوغندا قد تبرعوا في دفعتين ب227,137 لنفس الغرض، ليصل مجموع تبرعهم إلى $327,137 أمريكي. تجرؤ الإشارة إلى أن الإريتريين في الداخل والمهجر ظلوا يقدمون الدعم المالي والعيني لتنمية صندوق مكافحة كورونا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. في تصعيد جديد للتوتر بين الدولتين الجارتين، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، متهمة أن المملكة بمواصلة الاستفزازات والممارسات العدائية تجاهها. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن المجلس الأعلى للأمن قرر إغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. واتخذ القرار خلال اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس عبد المجيد التبون خصص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي وفق البيان. وكانت الجزائر قطعت في 24 من أغسطس المنصرم علاقتها الدبلوماسية مع المغرب بعد أشهر من التوتر بين البلدين. وفي بادرة التهدئة بعث العاهل المغربي برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. توعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره الأول سيرجي شيفير بأسلحة رشاشة ونفت موسكو على الفور ضلوعها في الهجوم، بينما دانته واشنطن ولندن. وتعرض سيارة شيفير للهجوم بالرصاص من قبل مهاجمين قرب قرية لينزيسكي في منطقة العاصمة كييف، حيث قال رئيس مكتب المدعي الإقليمي في كييف أن 18 رصاصة أطلقت على السيارة بأسلحة رشاشة. ونجا شيفير وهو صديق قديم وشريك لزيلينسكي من الهجوم، لكن سائقه أصيب بجروح وتم إسعافه. وأثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وعلى زيلينسكي في تسجيل فيديو برد قوي مشيرا إلى أنه لا يعلم من أمر بالعملية. في المقابل نفت موسكو على الفور أي دور لها، واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه الاتهامات لا علاقة لها بالواقع الحقيقي للأمور. أدى ثوران بركان كامبريفيخ في مدينة لابالم في جزر الكناري الإسبانية إلى تدمير منازل وإجبار ما يقارب من 5,000 مواطن على مغادرة المكان.
ودمرت الحمم المنحدرة من بركان كمبريفيخ كل من مرت به منذ أن انفجر يوم الأحد الماضي. وقال العمدة إن ما لا يقل عن 20 منزلا قد دفن في إحدى القرى. وسافر رئيس الوزراء بدري شانشيزي إلى مدينة لابالم لمتابعة جهود الإنقاذ. وأكد رئيس حكومة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس أن الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة ستتجاوز 400 مليون يورو. وأشار توريس إلى أن هذا المبلغ يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويمثل المستوى الذي يمكن من خلاله الوصول إلى صندوق التضامن التابع للأمم للاتحاد الأوروبي. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويا. وكشفت دراسة أمريكية جديدة أن تلوث الهواء يؤدي إلى تفاقم شديد لأعراض الإصابة بفيروس كورونا. ووجد الباحثون أن أولئك الذين يحتاجون إلى عناية مركزة وتنفس صناعي عند الإصابة بكورونا كانوا أكثر عرضة للعيش في أحياء ذات مستويات أعلى من تلوث الهواء. وقال الباحثون أنه كلما كان تلوث الهواء أسوأ زادت احتمالية الحاجة إلى العناية المركزة والتنفس الصناعي لمرضى كورونا. ودرس الباحثون حوالي 20,038 أمريكيا بالغا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا في منطقة ديميترو، أكبر مدن ولاية ميشيغان، ومن أكثر المدن تلوثا بالولايات المتحدة. تذكير بعناوين النشرة. السفير يوهانس يلتقي وزير خارجية جنوب السودان. تكاثر الفيلة في إريتريا. افتتاح مركز التأهيل الحركي للمعاقين في كرن. السلطات الجزائرية تقرر إغلاق مجالها الجوية أمام الطائرات المغربية. الرئيس الأوكراني يتوعد برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره. الحمم البركانية المنبعثة من بركان كمبريفاخ تدمر المدن. وصلنا إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.